السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت لكم بعصير صيفي رائع منعش طبيعي، واهم شيء انه اقتصادي، كيوجد دغيا دغيا 3 دقائق كتكوني وجدتي هذا العصير هذا. واهم شيء ان المكونات ديالو بسيطه بزاف. ندوزو على بركه الله نحضروا العصير ديالنا. اللي غادي نحتاجو فيه جوج ديال البرتقال كما كتشوفوا، وعندنا حامضه صغيره على هذا الشكل هذا، حامضه خضراء، وعندي هنايا بنانه. هادو هما المكونات البنات كما تشوفوا معايا ديال تحضير هذا العصير. وغادي نحتاجو هنايا سكر سنيده، كتبقى على حسب الذوق ديالكم. اول خطوه باش نحضروا العصير ديالنا، غادي ناخذوا الحكاكه رقيقه، وغادي نحاولوا اننا نحكوا البرتقال والحامض حتى هو. حاولوا البنات انكم تحكوا القشره ديالو الفوقانيه بلا ما توصلوا للقشره البيضاء. هاد الخطوه البنات مهمه بزاف باش ما يجيكمش العصير ديالكم مر. هنايا حكوا غير القشره الفوقانيه فقط باش هكا نكهوا العصير ديالنا. صافي هنايا كما تشوفوا معايا غادي نحك غير القشره اللي الفوق. بالنسبه للحامض حتى هو نفس الشيء، والليمونه الاخرى حتى هي نفس الشيء، حتى هي غادي نحك ليها غير الفوقاني ديالها، ما نوصلش للقشره البيضاء. صافي البنات كما تشوفوا على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا العصير هذا راه من احسن العصائر اللي تقدروا توجدوا في هذا الصيف هذا وفي هذه الحراره هذه. الصراحه راهم تيبردوا على القلب. نعاودش لكم البنات، انا بعدا هذا العصير هذا معتمد عندي، ضروري خاصني نحضره. مره هكا كنوع، ولكن هذا كيبقى من افضل العصائر عندي. علاش؟ حيت كيجي ساهل كما تشوفوا معايا، ساهل وكيجي هكا منعش، خاصه ان الا درتو الماء بارد من الفريغو تيجي واعر كيبرد صراحه. صافي البنات كما تشوفوا معايا الحامض حتى هو حكيته غير شويه هكا، اللهم شويه ويجي زوين العصير ديالنا، يجي زوين، او لا بزاف ديال القشره ويجينا العصير مر. صافي هنايا البنات غادي ندوز باش نقشر الليمون كما تشوفوا معايا. هنا كما تشوفوا غادي نحيد القشره البرتقال كامله، كل وحده والطريقه ديالها كيفاش كتحيد القشره. انا هاد الطريقه عندي من يامات شحال هادي، كنقطعو هكا في الطول ومن بعد كنزول ليه القشره كيجيني ساهل. كاينه هاد الطريقه وكاينه الطريقه الاخرى اللي غادي نديرها للبرتقاله الثانيه. صافي البنات من بعد ما حيدت ليه القشره غادي نحاول انني نقطعو هكا دوائر. علاش غنقطعو دوائر؟ باش يبانوا ليا العظيمات اللي كيكونوا الوسط كما تشوفوا على هاد الشكل. هاد العظومه هادو ما خاصكم تفلتوا حتى شي عظم. حاولوا مزيان البنات تقطعوا الليمون والحامض، تقطعوه هكا مزيان باش يبان لكم العظيمات ديالو فين كاينين، وتحيدوا ديك اللي كتكون لداخل بيضه حتى هي تحيدوها، حتى هي كتخلي العصير يجي مر. والعظيمات راهم ضروري، راه معروفين العظومه ديال الليمون او الحامض الا طحنوا راه تيخليو ديك المروريه في العصير، وحنا ما بغيناش ديك المروريه نهائيا تكون في العصير ديالنا. داكشي علاش البنات نقيو مزيان الليمون ديالكم، حيدوه هكا العظيمات الصغار العظيمات الكبار هكا. شوفوا البنات انا راه لقيتها عامره هنايا بالعظومه، المهم نقيتها مزيان. نفس الشيء غادي ندير البرتقاله الثانيه. الطريقه البنات اللي قلت لكم ديال القشره هي هذه، عاوتاني كاينه هاد الطريقه هذه، ولكن انا كنفضل الصراحه الطريقه الاولى تجيني ساهله، ما تنمعسوش هكا الليمونه بيدينا. صافي نفس الشيء حتى هي. دابا غادي ندوز للحامض حتى هو غادي نحيد ليه القشره ديالو. حاولوا البنات حتى هو تحيدوا ليه القشره البيضاء، ضروري تحيدوا ليه ديك القشره البيضاء حيت كيكون مر اكثر من البرتقال. هنايا كما تشوفوا راني تنحاول معاه كله بشويه بشويه نحيد ليه حتى هاد القشره البيضاء كما وريتكم. والطريقه البنات راه ساهل بزاف كما تشوفوا معايا. جوج ديال الليمونات حامضه، هانتوما غتطلعوا عصير واعر. غير جربوه وردوا عليا في التعليقات، قولوا لي كيفاش جاكم العصير ديال اليوم، ولا بغيتوني نزيدكم عصائر اخرى وافكار اخرى بحسب هاد الجو هذا ديال الحراره وهذا الصيف هذا. كتبوها لي في لي كومونتير، وان شاء الله راني نزيدكم من هاد العصائر هادو، نزيدكم حتى وصفات صيفيه. ما عليكم غير تخلوها لي لتحت في لي كومونتير. المهم كما تشوفوا معايا من بعد ما حيدت ليه القشره البيضاء كامله حتى هو غادي نقطعو نفس الشيء، غير هو غادي نحاول انني نزيد نقطعو هكا، ما غاديش نخليه دواور، غنزيد نقطعو مربعات باش نتاكد انني ما نسيت حتى شي عظم. يعني كل شيء غادي يتفلى مزيان ونحيدوا ليه ديك العظيمات مزيان مزيان. ضروري البنات كما قلت لكم هاد الخطوه راه مهمه. صافي هنا كما تشوفوا حيدت ليه العظيمات كاملين،
وهكا غادي نكونوا وجدنا المكونات ديال العصير ديالنا كما تبعتوا معايا من الاول الفيديو. صافي قشرت ديك البنانه باش تكون حتى هي موجوده. بالنسبه للبنات الماء ضروري يكون من الفريغو، يكون هكا باغي يتجمد، يعني باش يجيكم العصير بارد ويجيكم هكا ديال هاد الوقيته هادي، ضروري يكون الماء بارد مزيان. صافي كلشي غادي نديرو في الخلاط الكهربائي، كلشي غادي تطحن ما عدا البنانه البنات ما طحنوهاش دابا، غنخليوها حتى الاخر. هنا كما شفتوا معايا في وسط الخلاط درت غير الليمون ودرت الحامض، وغادي نزيد القشره اللي حكيت انا وياكم قبيله حتى هي غادي نزيدها كما تشوفوا معايا. موراها غادي نزيد الماء كما تشوفوا عندي هنايا قرعه الماء اطرو، ولكن انا ما غاديش نديرها كامله، غادي ندير غير نص، غير شويه منها. نتوما غتشوفوا راني غادي نوريكم شحال درت. صافي درت غير هاد شويه هذا كما شفتوا معايا، حتى من بعد عاوتاني غادي نزيد الماء. المهم دابا درت غير شويه فيه نطحن ومن بعد غنعاود نزيد. بالنسبه للسكر السنيده كيبقى على حسب الذوق، انا ضروري خاصني ندير السكر سنيده نحلي ضروري. نتوما بغيتو ديروا سكر سنيده مزيان وباش ديروا العسل على حسب الاختيار ديالكم ولا حسب الذوق ديالكم. صافي كلشي غادي نطحنوه مزيان. من مورا ما طحنت العصير ديالي طحنوه البنات مزيان مزيان، ومن بعد غادي نصفيوه في واحد الصفايه كما تشوفوا. شوفوا ما شاء الله اللون ديال العصير كيفاش داير البنات، بلا اضافه ملون بلا حتى شي حاجه، كيعطي واحد اللون زوين بزاف. ها نتوما راكم كتشوفوا كلشي على عينيكم. صافي هنا ضروري انكم تصفيو العصير ديالكم باش يجيكم هكا ملمس ديالو رطب، ما يجيش فيه داك الفراتيت ديال الليمون وديال الحامض. ضروري كتبقى ديك القشره كما تشوفوا. ها نتوما راه غادي نوريكم، شوفوا شحال هادشي كامل كان غيدوز لكم في العصير. داكشي علاش ضروري تصفيو العصير ديالكم باش هكا يجيكم زوين بزاف. صافي كما شفتوا معايا هانتوما البنات، هنا راني غادي نوريكم شنو مني صفيت العصير ديالي. شفتوا البنات ضروري خاصكم تصفيو العصير ديالكم. صافي وغنعاود نردو الخلاط وغادي نضيف عليه الماء كما قلت لكم، وغادي نزيد عليه ديك البنانه اللي خليت باش هكا نطحن كلشي مزيان. هانتوما تشوفوا معايا هنايا البنات دقتو جاني شويه ناقص في السكر، داكشي علاش غادي نزيد واحد شويه ديال السكر. كما قلت لكم السكر كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد فينا. وهنايا غادي نزيد نضيف الماء حتى هو البنات. بالنسبه لكم البنات الا بغيتوا تضاعفوا الكميه ديال هذا العصير هذا، تكثروا هكا العصير ديالكم، هو راه تيخرج ما شاء الله كميه اللي عائليه. الا بغيتوا تكثروا ضاعفوا المكونات، بلاصه جوج ليمونات ديروا 3، بلاصه حامضه ديروا 2 حامضات، اولا ديروا 4 ديال البرتقالات وجوج ديال الحامضات باش يجيكم زوين. هنايا كما تشوفوا معايا صافي العصير ديالي عفوا تطحن، هذا هو القوام ديالو كما تشوفوا. اللوين ديالو كما تشوفوا معايا البنات اللوين ديالو غزال بزاف كما قلت لكم، بلا اضافات بلا ملونات بلا حتى شي حاجه، طبيعي 100%. وهذا هو العصير ديالنا من بعد ما وجد. صراحه راه كيجي رائع بزاف، ما تشبعوش منه وتيجي هكا بارد كما قلت لكم ديال هاد الوقيته هذه. غير جربوا العصير ديال اليوم ان شاء الله غادي يعجبكم، والا بغيتوا نشارك معكم عصائر اخرى خليوها لي في التعليقات ونشوفكم في فيديو قادم.